السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. كان حد بيسأل على قضية مباني وقضايا المباني اتصنفت ضمن المواد المخلة بالشرف والآداب. النهاردة كان السؤال بيقول يا أستاذ، هو مش القضايا اللي هي هتك العرض بس هي القضايا المخلة بالشرف والآداب؟ بص، أولا دول 5 أو 6 قضايا مخلة بالشرف. قضايا السرقة مخلة بالشرف، الاختلاس مخل بالشرف، التزوير مخل بالشرف، خيانة الأمان، الاحتيال، الرشوة. آخر حاجة فيهم كانت هتك العرض، وده مش كلامي، ده طبقا للمادة 21 فقرة ألف من القانون 6 عقوبات. فالنهاردة مش معنى اللغة مش هي اللي بتحدد نوع القضية. كلمة قضية مخلة بالشرف مش معنى كده ان هي قضية هتك عرض، لا، ده لو سرقة هتبقى كده، لو اختلاس هتبقى كده، لو رشوة هتبقى كده. فحبيت الفت نظرك واقول لك انواع القضايا اللي هي تعتبر قضايا مخلة بالشرف. انتظروني في فيديو جديد ومعلومة جديدة.